من قلب سمنود في الغربية خرجت أعظم وثيقة عرفتنا تاريخ مصر القديم كله. بطل الحكاية هو مانيتون السمنودي، كاهن وكاتب مصري أصيل خاف على تاريخ بلده وحافظ عليه. لما شاف المغالطات اللي الأجانب بيكتبوها عن تاريخ مصر وأشهرهم هيرودوت اللي ما كانش بيعرف يقرأ مصري، فاعتمد على حكايات العوام والقصص الشعبية. وطبعا كان كلامه فيه مغالطات كتير، زي مثلا إنه لخبط ترتيب الملوك تماما. ومانيتون بصفته كاهن كان مطلع على أسرار المعابد والبرديات الأصلية، فقرر إنه يعرف العالم كله التاريخ الصح. وكتب موسوعته الشهيرة إيجيبتياكا، وتعمد يكتبها باللغة اليونانية عشان يرد على مغالطات المؤرخين الإغريق بلغته بمعلومات جايبها من قلب معابد مصر. الكتاب ده بقى أهم مصدر موثوق للعلماء، واللي كلفه بالمهمة القومية دي كان الملك بطليموس الثاني، بناء على ترشيح من بطليموس الأول اللي شاف فيه شاب عالم وطموح. مانيتون قسم التاريخ القديم في كتابه لأربع فترات. أول فترة حكم الآلهة، ودي فترة سحيقة جدا في التاريخ المصري القديم. تاني فترة حكم أنصاف الآلهة. تالت فترة أتباع حورس، ودي اللي سبقت حكم الأسرات على طول. وأخيرا فترة حكم الأسرات المصرية، وهو اللي قسمهم ل 30 أسرة حاكمة من الملك مينا لحد دخول الإسكندر الأكبر. وكمان ذكرهم بالترتيب الزمني وكل واحد حكم قد إيه، وده السر اللي ساعد شامبليون يفك أسامي الملوك ويرتب أزمانهم بالظبط. لما فك حجر رشيد وبدأ ينطق أسماء زي رمسيس وتحتمس، ما كانش عارف هل دول ملوك حكموا مصر فعلا ولا لأ، ومين حكم قبل مين، لحد ما رجع لتقسيمة مانيتون اللي أكدت صحة ترجمته ورتبت له خريطة ملوك مصر. وهي دي التقسيمة اللي ماشيين عليها علماء الآثار لحد النهاردة. بس المفاجأة إن كل اللي وصل لنا ده كان مجرد اقتباسات، لأن كتاب مانيتون الأصلي ضاع في حريق مكتبة اسكندرية. ولولا إن في علماء أجانب جمعوا الاقتباسات دي من كتب المؤرخين التانيين، كان تاريخنا كله اتمسح. أشهرهم إسحاق بريستون كوري في كتابه الضخم نصوص قديمة، والتاني ويليام جيلان وادل اللي عمل أدق تجميع للنص اليوناني الأصلي وترجمه للإنجليزية. مانيتون لما كتب تاريخ بلده كان محايد ووثقه بالأدلة والبرديات الأصلية، ما كتبش أي كلام وخلاص. كان شاب صغير مثقف، فكر وكتب، وعرفنا تاريخ طويل ما كانش هيوصل لنا منه حاجة لولا كتابه. يعني ممكن فكرة صغيرة تغير مجرى التاريخ كله وتحفظه من التشويه والأخطاء. عشان كده قبل ما نفكر في بكرة لازم نفهم امبارح الأول. لو أول مرة تسمع عن مانيتون اكتب لنا في التعليقات، وشاركونا لو حابين تعرفوا جذور حكايات تانية. نشوفكم الفيديو الجاي.